مرحبا واهلا وسهلا بكم قناة مطبخي الصغير. اليوم خلينا نحضر بيتزا بالصلصة البيضاء بدل الحمراء بمقادير عجينة مضبوطة وكل سهلة. فخليكم ويانا لنهاية الفيديو وإن شاء الله ينال إعجابكم، وإذا عجبكم رجاء لا تنسون التشجيع والدعم للقناة. وهسا خلينا نبدي بالوصفة. لتحضير العجينة نحتاج كوبين من الطحين متعدد الاستعمالات، ضفت له رشة من الملح ونحرك. بعدها راح أضيف ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من الشكر ونخلط المواد. وبعدها راح أضيف 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، هاي الملعقة الثانية وهاي الملعقة الثالثة. نشغل العجانة إلى أن يختلط الطحين ويا زيت الزيتون. بعدين أبدي بإضافة المي. هاي هنا راح أضيف نص كوب من المي الدافي ونعجن، وبعدها نبدي بإضافة المي بشكل تدريجي وحسب الحاجة. هاي راح أضيف كوب ربع كوب اللاخ، فصار 3/4 الكوب من المي. نستمر بالعجن، فكمية المي اللي ضفته هو 3/4 الكوب. تجمعت العجينة صارت جاهزة. نتوقف نطلعها من العجانة. هاي صحن بشوية رشة من زيت الزيتون، وراح نخلي العجينة مالتنا بالوعاء أو بالصحن. طلعت عجينة كلش حلوة طرية. نغطيها بقطعة من البلاستيك ونخليها بمكان دافي إلى أن يختمر ويتضاعف الحجم. ورا ما اختمرت العجينة نبدي نفتحها على شكل قرص. وهي حضرت صينية للفرن بيها قطعة من ورق البارشمنت. وهسا نبدي نفتح العجينة. نضيف رشة من زيت الزيتون على وجه العجين ونفتحها، تنفتح بشكل أسرع وبسهولة. نفتحها على كل الصينية، مرتها تصير ثخينة. كل ما تصير البيتزا عجينتها خفيفة رقيقة تصير أطيب. فنوزعها على كل الصينية. هاي هنا كملنا فتح العجين، وزعناها على كل الصينية. نضغط على الأطراف على الحواف، وهاي العجينة صارت جاهزة. خليها على صفحة ونبدي بتحضير الصلصة البيضة. هاي بقدر على النار خليت 3 ملاعق من زيت الزيتون، وراح أضيف له فص واحد من الثوم المهروس، ونترك الثوم إلى أن يتشوح. بعدها راح أضيف 3 ملاعق كبيرة من الطحين ونحرك إلى أن يذوب الطحين، ونطبخه لمدة دقيقة. نبقى نحرك بيه إلى أن ينطبخ بشكل جيد. بعدها راح أضيف كوب من الحليب ونحرك حتى لا يتكتل الطحين. وهاي ضفت هنا نص كوب من جبنة البارميجان ونحرك على السريع. أضيف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وأيضا راح أضيف رشة من الأوريغانو ونحرك إلى أن تختلط المواد. وإذا شفتوها الصلصة ثخينة تقدرون تضيفون حليب. أنا راح أضيف تقريبا ربع كوب من الحليب إلى أن تحصلون على القوام المطلوب. نضيف ونحرك. هاي ضفت ربع الكوب، فكمية الحليب اللي ضفتها هي كوب وربع، وتنضاف حسب الحاجة. هذا القوام هو كل الزين. هسه راح أطفي الفرن. نضيف أول شي نثقب العجينة حتى لا تنتفخ من نخليها بالأوفن. وبعدها أبدي بإضافة الصلصة اللي حضرناها، نوزعها على كل العجين. بعد ما وزعت الصلصة راح أبدي بإضافة كمية من الجبن. هنا عندي كمية من جبنة الموتزاريلا والتشيدر مخلوطين سوا. راح أضيف كمية، وبعدها تبدون بإضافة أي مكونات تحبون ويا البيتزا، أي شي تفضلوا. أنا هنا راح أضيف كمية من الصاسج أو النقانق.
النوع من لحوم البقر أو اللحم التركي أو الدجاج حسب النوع اللي تفضلوه. أنا هنا ضفت كمية من الصوصج البقري، وراح أضيف كمية من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات صغيرة، وراح أضيف كمية من الفطر، تحبون تضيفون زيتون هم يطلع كلش طيب، تضيفون الذرة حسب المتوفر وحسب الأشياء اللي تفضلوها. ورا ما أكمل راح أدخلها على أوفن يكون حامي على 400 فرنهايت، وتاخذ 200 مئوية، وتاخذ لها تقريبا نص ساعة إلى 35 دقيقة. هاي بعد مرور 20 دقيقة طلعتها من الفرن، وراح أضيف لها كمية إضافية من الجبن على الوجه، وأيضا راح أضيف رشة من الأوريغانو ورشة من زيت الزيتون. ورا ما أكمل راح أدخلها للأوفن حتى تكمل الاستوى مالتها، فد 15 دقيقة اللخ مو أكثر. وهاي البيتزا مالتنا صارت جاهزة، أخذت لها بالفرن 35 دقيقة بالضبط، استوت من الأعلى تحمرت ومن الأسفل طلعت بيتزا روعة، بيتزا بالصلصة البيضة. فإن شاء الله أتنال رضاكم. يلا عيني وصلنا لنهاية فيديو اليوم، رجاء لا تنسون الاشتراك بالقناة والتشجيع بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة ومع السلامة.